حكم القباب المبنية على أضرحة أولياء الله تعالى في الجنوب؟ فإن السلفيون يكفروننا بسببها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الجهل. حاول تفهم، غيب العقل، واللي يفهم يفهم، اللي ما فهمش. القبة فوق الجامع ولا فوق القبر عبارة عن شكل هندسي ما عندها حتى علاقة بالتوحيد ولا بالشرك. القبة عبارة عن شكل هندسي، واحد حب يدير قبة، واحد حب يديرها مثلثة مستطيل، ما عندها حتى علاقة. يجي إنسان يكفر إنسان لأنه داير قبة فوق القبر، هذا شكل هندسي. أولا دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، معناتها رسول الله دفن في البناء، دفن في البناء. كيف تروح تكفروا الناس لأنهم داروا قبة؟ القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فالبناء على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع؟ ماذا يكون عنده من الازدحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب. لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.